بروحك لا تقلق، لا تقلق ولا تهتم بجسدك البالي، فالمسلمون سيقومون باللازم، يجردونك من ملابسك، يغسلونك، يكفنونك، ويخرجونك من بيتك إلى مسكنك الجديد. وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتك، بل سيلغي الكثير منهم أعماله لأجل دفنك، وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتك يوما. أغراضك سيتم التخلص منها، مفاتيحك، كتبك، حقيبتك، أحذيتك، ملابسك، وإن كان أهلك موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعك. وتأكد بأن الدنيا لن تحزن عليك ولا العالم، والاقتصاد سيستمر، ووظيفتك سيأتي غيرك ليقوم بها، وأموالك ستذهب حلالا للورثة، بينما أنت الذي ستحاسب عن النقير والقطمير. الحزن عليك سيكون 3 أنواع: الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين، أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أياما ثم يعودون إلى سوالفهم وضحكهم. الحزن العميق في البيت أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، أو حتى سنة، ومن ثم سيضعونك في أرشيف الذكريات. وهكذا انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك مع الحقيقة، وهي الآخرة. لقد زال عنك المجد والمال والصحة والولد، لقد فارقت الدور والقصور والزوجة، وبدأت الحياة الحقيقية. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لعلك تنجو، لعلك تنجو، لعلك